اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. الشاحن ده مخرج معايا 12 فولت ولكنه مش مشغل الريسيفر. هنبدأ نشوف دلوقتي مع بعض كده المشكلة اللي في الشاحن. ادي الشاحن اهو، وهنجيب الافوميتر بتاعنا وهنبدأ نقيس كده. 12 فولت مظبوطين اهو اللي خارجين من الشاحن. طيب هنبدأ نجيب الريسيفر كده وهنوصل. ادي الريسيفر بيجيب لمبة حمراء وما بيشتغلش، يعني لا بيعمل لود ولا بيجيب الارقام ولا اي حاجة خالص اهو. ايه المشكلة دلوقتي؟ هنبدأ كده نشوف مع بعض. هنفصل تاني. هتقول لي انت عرفت منين ان العيب في الشاحن؟ اسمع الفيديو اللي فات، هسيبه لكم في الوصف، كان في اصلاح الريسيفر ده. بدلنا على الشاحن ده، بدلنا شاحن تاني، الريسيفر اشتغل معايا. هسيب لكم الفيديو في الوصف. طيب هنبدأ دلوقتي كده نقلع الشاحن وهنبدأ كده نفك الشاحن مع بعض ونشوف المشكلة في ايه. بعد ما فكيت البلاستر اللي على الشاحن هنبدأ كده نطلع بالبوردة اهي، تمام، وهنبدأ نقلع مدخل اللي هو 220 اللي بيدخل 220 للشاحن. جبت انا يا اصدقاء للداية كده اهي بتشتغل ب 12 فولت، عشان دي اللي هتبين لنا ايه اللي بيحصل في الشاحن بالظبط. عشان المشكلة دي انا عملتها قبل كده او واجهتني كتير قبل كده فانا عارفها. هنبدأ كده نوصل الشاحن في الكهرباء. وصلت. ايه اللي حصل يا اصدقاء؟ دي نورها جديد، لكن هي دلوقتي نصها منور ونصها مش منور زي ما حضراتكم شايفين كده، حتة منورة وحتة مش منورة. طيب يبقى هو ده اللي بيحصل في الريسيفر، ان الشاحن مش مقومه. ايوه فيه فولت 12 فولت لكن وهمي او التيار فيه مش مظبوط، فكده فيه مشكلة. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة دلوقتي يا اصدقاء عشان اقول لحضراتكم بس عليها عشان عملتها قبل كده، المشكلة في المكثف اللي جنب الاي سي ده. شايفين الاي سي ده؟ المكثف اللي جنبه الصغير ده. هنبدأ كده نقرب الكاميرا شوية عشان يظهر معانا اهو. شايفين يا حضرات؟ شايفين المكثف ده اللي جنب الاي سي اهو؟ المكثف الصغير ده، في مكثف كبير ومكثف صغير، هو ده اللي فيه المشكلة. طيب انت عرفت منين؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. انا عرفت اول حاجة لان انا مر عليا الحاجات دي قبل كده فانا عارفها، بس انا هوري لحضراتكم دلوقتي لو انت اول مرة وعايز تعرف فعلا المشكلة فيه. بنبدأ نجيب الكاوية، طبعا الكاوية دي معانا سخنة. هنبدأ نحط سن الكاوية على المكثف الصغير كده اهو. لاحظ معايا بقى اللي الداية نورها هيعمل ايه اول ما المكثف يبتدي يسخن. شايفين يا حضرات؟ شدت اهي كده، ضاءت كلها اهي بالكامل. الاول كانت مضيئة النص، شايفين دلوقتي اضاءت كلها. طيب انا شلت الكاوية اهو، شوف هترجع زي ما كان. يعني لاحظ معايا بقى، اول المكثف ما يبرد من السخونة بتاعته هترجع زي ما كانت. طبعا انا مش هقطع الفيديو، هسيبها لحد ما تشوفوا قدام حضراتكم ان هي الاضاءة بتاعتها هترجع زي الاول ضعيفة تاني. ليه؟ عشان المكثف، العيب في المكثف. هسيبها كده
مع حضراتكم اهو. هتبتدي اهي، ابتدت تضعف اهي، طفت اهي زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، الاضاءة ضعفت تاني وطفت تاني. يبقى احنا كده عرفنا ان المشكلة في المكثف الصغير ده. طيب انا هبدأ بقى افصل الكهرباء وهطلع المكثف الصغير ده ونشوف قيمته كام ونشوف مع بعض. هنفصل كده الكهرباء اهو. هنبدأ بقى يا اصدقاء نفصل دي المدخل 220، وهنبدأ نفك المكثف الصغير ده ونشوف قيمته كام. بعد ما فكيت المكثف يا حضرات هنبدأ كده نشوف المكثف معانا 22 مايكرو 25 فولت اهو. 22 مايكرو 25 فولت. هنشوف واحد زيه ونشوف مع بعض. جبت انا مكثف وات يا اصدقاء 47 مايكرو 50 فولت. دي اقرب قيمة لقيتها. هو يفضل ان هو يبقى زيه 22 مايكرو، بس دي اقرب قيمة. هيشتغل برضو مفيش مشكلة. هنبدأ كده نركب المكثف اهو، السالب مع السالب والموجب مع الموجب بالشكل ده كده. وهنبدأ نلحمه كده. بعد ما لحمناه يا أصدقاء بالشكل ده هنبدأ نوصل بقى ونشوف بقى الليداية دي أو الليد ده هينور إضاءته ازاي، زي الأول ولا أحسن. كده وصلنا اهو. هنبدأ كده نوصل اهو. زي ما شفتوا كده يا حضرات منور اضاءته بالكامل اهي. طيب هفصل تاني اهو، هشغل تاني اضاءته كاملة اهي. طيب هنركن بقى الليداية دي ونجيب الرسيفر معانا عشان نتأكد برضو. ادي الرسيفر اهوت يا اصدقاء، وادي الشاحن اهو. هنبدأ نوصل كده اهو. جاب معايا لمبة حمراء، هنشوف كده يشتغل معانا ولا لأ. اشتغل معانا اهوت يا اصدقاء. جايب معانا رقم 90 اللي هي كانت عليه. هنبدأ كده بالريموت ونقلب كده اهو. 91 92 يبقى كده اشتغل معانا. يبقى كده احنا صلحنا الشاحن من خلال المكثف، او المشكلة كانت في المكثف. وطبعا العطل ده مر عليا قبل كده، هتلاقوا برضو الفيديوهات بتاعته موجودة على القناة في قائمة التشغيل اصلاح شواحن. بس كده يا حضرات، دي كده كان فيديو بسيط حبيت اوضحه لحضراتكم. لو استفدت من الفيديو بمعلومة بسيطة ياريت تدعمني لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا لكم واشوفكم في فيديو جديد.